ازيكم عاملين ايه؟ والنهارده فيديو جديد هنتكلم فيه عن نوع من الادويه اللي بتخص الحوامل او اللي بيستعدوا او بيحضروا لحدوث حمل. وهنتكلم فيه وهنشرح الفروقات ما بين الانواع بتاعته الموجوده في السوق، اللي هو حامض الفوليك وحمض الفوليك والفوليك اسيد، وكمان نوع جديد اسمه الميثايل فولات. هنشرح الفوليك اسيد عباره عن ايه، والفرق ما بين كل نوع من دول ايه. يمكن دي اشهر انواع موجوده، ويمكن ده النوع اللي انا عايز اتكلم عنه باستفاضه النهارده شويه، اللي هو الميثايل فولات، وايه الفرق ما بينه وما بين الانواع الباقيه دي. وهنتكلم عن موضوع ان الفوليك اسيد وان هو بيزود فرص الحمل، وهنقول الجرعه بتاعته وجرعه كل نوع منهم وايه الفرق ما بينهم. بس قبل ما ابدا الفيديو ما ننساش ان الفيديو لو مفيد واستفدنا منه نعمل لايك للفيديو ونعمل شير عشان غيرنا يستفيد، وكمان نشترك على القناه عشان توصل لنا الفيديوهات الجديده اول باول. خلينا الاول نبدا بالحامض فوليك والفوليك اسيد وحمض الفوليك. ايه الفرق بين الثلاث انواع دول؟ بصوا يا جماعه، الثلاث انواع دول بيتركبوا من نفس الشيء اللي هو حمض الفوليك او هو فوليك اسيد بالانجليزي. طيب ايه هو الفوليك اسيد؟ هل هو فيتامين بي 12؟ الفوليك اسيد مش فيتامين بي 12، ولكن هو يحسب على مجموعة فيتامينات بي، ومهم جدا في عملية تكوين خلايا الدم وخلايا الجسم بصفة عامة، وبالنسبة للحوامل فهو مهم جدا لعملية تكوين خلايا الجنين. طيب ليه يا دكتور الدكتور بتاع الحمل اول ما بيعرف ان احنا بنحضر الحمل او عايزين نحمل او حامل بيبدا يدينا الفوليك اسيد؟ لان الفوليك اسيد زي ما انا قلت مهم جدا لعمليه تكوين الخلايا، وبالاخص خلايا الدم. وعشان كمان نقطه مهمه جدا، الفوليك اسيد بيمنع حدوث تشوه للجنين، ومن ضمن الحالات التشوه اللي احنا بنعرفها وبنسمع عنها وبنشوفها كتير بسبب نقص موضوع الفوليك اسيد او حامض الفوليك، اللي هو موضوع الانبوب العصبي، اللي هو بيبقى الحبل الشوكي بتاع الجنين خارج بره القناه العصبيه اللي هو في العمود الفقري بتاعه، وبتشوفه بعينك المجرده. وده ممكن بعد كده بيبقى له عمليه جراحيه وي 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 بس يعني احنا في غنى عن كل الكلام ده، وبنحاول بقدر الامكان نتجنب التشوهات اللي ممكن تحصل للجنين بسبب نقص حاجه بسيطه جدا ممكن ناخدها ونتجنب الحوار ده كله. طيب ايه الفرق يا جماعه ما بين حامض الفوليك بتاع شركه ايبوكو وحمض الفوليك بتاع شركه النيل والفوليك اسيد بتاع شركه ميباكو؟ مبدئيا كده، حامض الفوليك وحمض الفوليك، حمض الفوليك بتاع ايبوكو وحمض الفوليك بتاع النيل، الاتنين بيحتووا على تركيز 5 مللي جرام. بصوا يا جماعه اهي 5 مللي جرام، وحمض الفوليك 5 مللي جرام، بينما الفوليك اسيد بتاع شركه ميباكو بيحتوي على 500 مايكرو جرام. واخدين بالكم من الفرق؟ 5 مللي جرام و500 مايكرو جرام. القرصين من دول بواحد ملي جرام، القرصين ال 500 مايكرو جرام بواحد ملي جرام، وبالتالي ال 5 ملي جرام ب 10 اقراص من ال 500 مايكرو جرام. طب امتى بنستخدم ده وامتى بنستخدم ده؟ عامة الفوليك اسيد ليه استخدامات تانية غير موضوع الحمل. طبعا بيستخدم في حالات الانيميا الشديده اللي بتحصل بسبب نقص حمض الفوليك، بتستخدم مع كبار السن اللي عندهم نقص الفوليك ده بيأثر على التركيز بتاعهم. بيستخدم بالنسبه للسيدات او كعلاج مساعد في حالات الاظافر وفي حالات مشاكل الشعر والاظافر يعني. طيب ايه استخداماته تاني في الحمل او ليه بنستخدمه برضه في الحمل؟ عشان خاطر تقريبا اغلب الحوامل يا اما بيبقوا بيعانوا من نقص او بيعانوا من الانيميا، يا اما مع حدوث الحمل بيبدا يحصل ظهور للانيميا اثناء فتره الحمل، فبنحاول نتجنب الموضوع ده بان بنديهم الحامض الفوليك. في بعض انواع الحديد اللي بيحتوي معاه على الفوليك اسيد، فممكن الدكتور يديكي نوع حديد بيحتوي على فوليك اسيد، وبالتالي مفيش داعي اننا ناخد الفوليك اسيد لوحده. الجرعه بتاعه الثلاث انواع دول، حامض الفوليك وحمض الفوليك والفوليك اسيد، حمض الفوليك وحمض الفوليك زي بعض، القرص فيه 5 مللي جرام، وبالتالي ممكن ناخد قرص يوميا سواء قبل الحمل وبيستمر لمدة 3 شهور بعد الحمل، او ممكن يستمر لحد اخر فترة الحمل، وده على حسب ما الدكتور بيحدد. بالنسبة للفوليك اسيد عشان هو تركيزه قليل
فممكن بناخد قرصين في اليوم، وبعض الدكاتره ممكن يزودوا الجرعه شويه على حسب الحاجه. وبرده نفس الفكره بيتاخد قبل الحمل عشان خاطر لو انت بتحضري لحدوث حمل، وبيتاخد اول 3 شهور بعد الحمل، او ممكن يستمر معاكي لاخر فتره الحمل لحد الولاده. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، ايه الفرق ما بين الميثايل فولات وما بين حمض الفوليك وحمض الفوليك والفوليك اسيد؟ احنا زي ما شرحنا تقريبا حمض الفوليك حمض الفوليك وحمض الفوليك والفوليك اسيد الثلاثه دول نفس الشيء، هم عباره عن فوليك اسيد باختلاف تركيزاتهم، الفرق الوحيد ما بينهم هو اختلاف التركيز بتاعهم. اما لو جينا للميثايل فولات هنلاقي ان هو بيتكون من مادتين جداد، الميثايل فولات 800 مايكرو جرام والميثايل كوبولامين 1000 مايكرو جرام. طيب ايه المادتين دول؟ بصوا يا جماعه، الانواع دي اللي هي الفوليك الاسيد العادي ده بيدخل في صوره فوليك اسيد للجسم، ولازم يحصل له ميتابولايزيشن او يحصل له عمليه تحول في الكبد عشان خاطر يتحول للاكتيف فورم، او اللي هو الصوره النشطه او الصوره الفعاله بتاعت حمض الفوليك، اللي هي بتبقى ايه؟ بتبقى الميثايل فولات. معنى الكلام ان الميثايل فولات كدواء بيحتوي على الميثايل فولات اللي هو الاكتيف فورم او الماده النشطه بشكل مباشر، يعني انت بتاخدها مش لسه هتتحول للصوره النشطه، وانما انت بتاخد الصوره النشطه على طول بشكل مباشر. طيب ايه هو الميثايل كوبولامين؟ الميثايل كوبولامين ده يا جماعه هو فيتامين بي 12، ولكن برضو بتاخده في الصوره النشطه بتاعته، مش لسه هيتحول جوه الجسم من الصوره الغير نشطه للصوره النشطه. وناخد بالنا ان الميثايل كوبولامين ده يا جماعه مش متخزن، يعني بتحتاج تاخده بشكل يومي. الجرعة اليومية بتاعة الميثايل فولات بتبقى قرص كل يوم، برضو نفس الفكرة. لو هتبدأ او لو بتحضري لحدوث حمل هتبدأي تاخديه قبل الحمل، ولو وبيستمر معاكي اول 3 شهور، ممكن معاكي لحد اخر فترة الحمل على حسب ما الدكتور بيشوف الحالة وبيقرر. ونفس الفكرة ونفس استخدامات حمض الفوليك العادي، ان هو بيمنع تشوهات الجنين، وخصوصا تشوهات موضوع الانبوب العصبي، وبيستخدم في حالات الانيميا اللي اما بتبقى موجوده عندك من الاول او بتبقى موجوده اثناء فتره الحمل. وممكن ناس عاديه على فكره يا جماعه سواء رجاله او ستات ياخدوها لو عندهم بيعانوا من حالات الانيميا او من حالات ضعف التركيز او بعض الحالات الاخرى اللي بتحتاج او اللي بتبقى بسبب نقص الفوليك اسيد وفيتامين ب 12. طبعا الميثايل فولات ده سعره الان 90 جنيه، احنا طبعا في ظل الظروف المتغيره والاسعار المتغيره بتاعت الدواء، ده سعره الحالي في وقت تسجيل الفيديو هو سعره 90 جنيه، والعلبه دي 30 قرص بتقعد معاكي لمده شهر. طيب نيجي بقى للسؤال الأهم، يا دكتور هو الميثايل فولات ليه بيتاخد قبل الحمل أو في حالة التحضير للحمل؟ ليه ما ناخدهوش أثناء فترة الحمل بشكل مباشر؟ هل هو الدكتور بيديه عشان خاطر يزود فرص الحمل أو بيساعد إن الست تحمل بشكل أسرع؟ بصوا يا جماعه، اجابه على السؤال ده بمنتهى البساطه ان حمض الفوليك بجميع انواعه وجميع شركاته وجميع تركيزاته ما بيساعدش على حدوث حمل، ما بيزودش فرص حدوث الحمل. الموضوع ملهوش اي علاقه بحمض الفوليك، ماشي؟ الموضوع مجرد زي ما انا شرحت، بعض الناس بتعاني من الانيميا، وفي حاله انت لو بتحضري لحدوث حمل عشان نتجنب تشوهات الجنين فبنبدا ناخده قبل ما يحصل حمل عشان خاطر نبقى مستعدين ونهيئ جسمنا ان هو يحتوي على كميه كافيه من حمض الفوليك وفيتامين ب 12 عشان ما يحصلش لا انيميا ولا يبقى معرضين لحدوث تشوهات الجنين. لكن الموضوع ملهوش علاقه لا من قريب ولا من بعيد بموضوع ان هو بيزود فرص الحمل، سواء النوع ده او النوع ده او النوع ده او اي نوع فوليك اسيد موجود في السوق انا ما شرحتهوش في الفيديو ده. نفس الكلام اللي بينطبق على الفوليك اسيد بينطبق على اي نوع فوليك اسيد برضو انا ما شرحتهوش في الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو مفيد، ما ننساش نشترك على القناه ونعمل لايك للفيديو لو عجبنا، ما ننساش نعمل شير عشان غيرنا يستفيد. ولو عندك اي سؤال ما جاوبتش عليه او ما قلتهوش في الفيديو ده ممكن تسيبه لي في التعليقات، وانا ان شاء الله هقراه وهجاوبك عنه بشكل منفصل في اقرب وقت ممكن. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي.